والله صدق اللي قال البيت اللي فيه دقيق عمره ما يضيق. كنت بعمل القدسية وجات على بالي أكلة كده محدش هيعرفها غير جدودنا وأمهاتنا، ربنا يديهم الصحة يا رب والعافية. اسمها ايه؟ اسمها الرشدة بلبن. رشدة بلبن من أجمل الأكلات اللي بتتعمل والله العظيم بشوية دقيق. عجينة سهلة قوي. بصوا عاملة ازاي، تقدري كمان تقطعيها بالسكينة. بصوا بتبقى عاملة ازاي، بتبقى تخينة كده شوية، عاملة زي المكرونة اللي هي تخينة. والله طعمها تحفة. المية بتغلي وقمت حاطة العصاية كده زي ما ستي كانت بتحطها، وسبتها تغلي دقيقتين مش اكتر من كده. قلبتها كده كويس، مش بتعجن خالص ومش بتبقى ماسكة في بعضها ولا اي حاجة. هجيب بقى نص كيلو من اللبن وهنزل بيه، هسيبها تغلي كام غلوة كده اهو. هي ما بتاخدش وقت خالص على النار، وبتبقى طعمها في منتهى الجمال. هنزل دلوقتي كوباية من السكر. انا ولادي كان اول مره ياكلوها وقالوا لي ايه ده يا ماما، قلت لهم ده اكله كده كان زمان، هو ده كان فطارنا، يعني هو ده كان فطارنا. بصوا عامله ازاي. بعد ما نزلنا السكر سيبناها تغلي كده شويه وانا بقلب فيها. والله يا جماعه ريحتها في منتهى الجمال، حلوه قوي. بقى اخر حاجه بقى هننزل معلقه كبيره من السمنه البلدي زي ما كانت بتعمل كده ونقلب. خليها كده على النار دقيقة كمان عشان خاطر يعني السمنة تتغلغل كده بقى مع اللبن، وتبقى يا سلام يا سلام يا سلام. شايفين الطعامة والحلاوة؟ خلاص هي كده خلصت. انا بس مستنياها تاخد اخر غلواية دي، خلاص كده. والله يا جماعة تحفة، جربوها هتعجبكم والله العظيم. وعايزة اعرف هنا مين معايا يعرف الرشدة بلبن، ومين كان بيعملها، ومين كان اهله ولا مامته ولا جدته كانت بتعملها له. انا قدمتها كده بقى للولاد، طعمها حكاية بسم الله ما شاء الله. يعني ما تنسونيش بقى بلايك حلو منكم كده، ودعم للصفحة بمتابعة عشان خاطر ان شاء الله اي حاجة انزلها تجيلكم، يعني توصل لكم على طول. قولوا لي بقى رأيكم ايه. العجينة سهلة قوي، مية ودقيق ورشة ملح، ما فيهاش اكتر من كده. بسيطة وسهلة، وان شاء الله هتعجبكم قوي. للي ما يعرفش الرشدة بلبن دي ايه،